طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب رأيا والمستهل بأهم وأبرز ما جاء فيها. وفد إريتريا عالي المستوى يزور جمهورية أثيوبيا الفيدرالية، جهود لضمان سرعة عمل التحصيل الضريبي. لقاء لتقييم تطور مؤتمرات الاتحاد الوطني للمرأة. أمريكا ستحفظ السلام في سوريا بعد انسحابها. الهند تلوح بخيار المقاطعة في وجه باكستان. واختتام معرض ايدكس للدفاعات بأبو ظبي. مرحبا بكم. قدم وفد عالي المستوى يتكون من معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني جبرآب، قدم رسالة من الرئيس إسياس أفورقي إلى رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد أمس 21 من فبراير. وتناولت رسالة الرئيس إسياس أفورقي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وفي إطار الزيارة عقدت اللجنة العليا المشتركة الإريترية الإثيوبية لقاء بحثت فيه تطور العلاقات والتعاون الثنائي بين الدولتين. أعلن قسم الضرائب الداخلية تنفيذ العديد من المهام لضمان سرعة العمل في التحصيل الضريبي. وأوضح المدير العام لقسم الضرائب الداخلية في وزارة المالية السيد يوحنس إسحاق، أوضح بأن المشكلات في شبكة الحاسوب تسببت في تأخير عملية تحصيل الضرائب وعدم ارتياح دافعيها، حيث تبذل الآن جهود كبيرة لحل هذه المشكلة. وأكد الوعي المتنامي لدافعي الضرائب حيث أن مبادراتهم بدفع الضريبة طوال أشهر السنة بدل الانتظار نهاية العام ساهمت كثيرا في تسهيل العمل. وأشار إلى وضع خطة خمسية لفتح مكاتب التحصيل الضريبي في جميع المديريات لتوسيع خدمات التحصيل الضريبي. وأوضح المدير العام لقسم الضرائب الداخلية السيد يوحنس إسحاق بأن دافعي الضرائب يصنفون ضمن 3 مراتب حسب مداخلهم، مشددا على ضرورة معرفة جميع المواطنين من ذوي الدخل بوجوب دفعهم للضريبة. من جانبهم أوضح دافعي الضرائب إدراكهم بأن الضريبة هي من الشعب وإلى الشعب، مشيدين بتعاون العاملين في مكاتب الضرائب، كما أشاروا إلى أن المشكلة المستمرة في أجهزة الحاسوب لا تزال تتسبب في التأخير. وقد طالبوا أيضا بضرورة توظيف قدرات بشرية إضافية أثناء كثافة ضغط العمل حتى يتم حل مشكلة شبكة الحاسوب كي لا يتعرض دافعي الضرائب للعقوبات جراء التأخير في دفع الضريبة بسبب هذه المشكلة. عقد الاتحاد الوطني للمرأة في 20 من فبراير الجاري لقاء لتقييم مهام وتطور المؤتمرات التي نظمت في السنوات الماضية بالتعاون مع شركائه. وفي اللقاء الذي شارك فيه مسؤولي الاتحاد في الأقاليم وممثلي الوزارات والاتحادات الوطنية، قدم توضيحا مفصلا حول الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية في كافة قضايا المرأة والخطط المنفذة وغير المنفذة، وكذلك دور المرأة في البرامج التنويرية، حيث أجرى المشاركون بحثا واسعا في كافة النقاط. وألقت رئيس الاتحاد السيدة تخ تسفا ميكائيل كلمة أوضحت فيها فعالية الأعمال التي جرت في الأعوام الماضية للتطوير وتقدم المرأة، حيث دعت إلى بذل المزيد من الجهود، لأن قضية المرأة قضية كافة أفراد المجتمع المدني. أحيا الفنانون الإريتريون الزائرون لإثيوبيا منذ 14 من فبراير الجاري بغرض الاحتفال بالسلام الإريتري الأثيوبي أحيوا حفلا فنيا في 21 من فبراير الجاري في قاعة الألفية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقد حضر الحفل الفني الذي يشتمل على الموسيقى التراثية والحديثة والذي بث على الهواء مباشرة بمشاركة كبار المسؤولين من الحكومة الإريترية والأثيوبية والسلك الدبلوماسي المعتمدين في إثيوبيا والضيوف المدعوين وسكان العاصمة أديس أبابا. وكانت الفرقة الفنية الإريترية التي تضم فرقة السبريت التراثية وكبار الفنانين والشباب قد أحيت حفلا في 16 من فبراير في مدينة بحردار، و17 من فبراير في مدينة أداما، وفي 19 من فبراير في مدينة هواسا. تبذل جهودا حسيسة هذه الأيام لحل مشكلة مياه منطقة غرافا بمديرية هايكوتا بالمشاركة الشعبية الواسعة. وأوضح مسؤول متابعة القرى والمشاريع في المديرية السيد فسحي أبرهة بأن السكان
يسهمون بقوة في حل مشكلة المياه التي تأخر حلها بسبب نقص الآليات. وأكد السكان على استعدادهم للمزيد من العمل لإيجاد الحل الناجع لمشكلة المياه التي تفاقم من معاناتهم، حيث يضم مشروع مياه منطقة جرافا مد أنابيب بطول 5 كيلومترات وبناء خزان بسعة 250 برميلا وأربعة نقاط لتوزيع المياه. ومن جهة أخرى يقوم سكان قنافنا بمديرية ميعاني بإصلاح الوادي الذي يعيق حركة المرور بتوظيف طاقاتهم وأموالهم، حيث قاموا حتى الآن بتشييد جسر أرضي في مجرى الوادي لتسهيل حركة مرور السيارات. قال قائد شرطة مديرية أفعبت النقيب صالح محمد علي إن حملات التوعية التي جرت العام الماضي في المدارس ساهمت في خفض الجريمة والمخالفات والحوادث. وأوضح النقيب صالح محمد علي لدى لقائه سكان مدينة أفعبت أوضح الدور الكبير للمواطنين في مكافحة الجريمة والحوادث، داعيا أولياء الأمور لتوجيه ومتابعة أبنائهم. فاصل مشاهدينا ثم الأنباء على الصعيد العالمي. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستترك مجموعة صغيرة لحفظ السلام من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها، وذلك بعد تراجع الرئيس دونالد ترامب عن سحب القوات بالكامل. وفي ديسمبر أمر ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا وأقوامها 2000 جندي، قائلا إنهم هزموا متشددي تنظيم الدولة الإسلامية هناك، على الرغم من أن مقاتلين سوريين تدعمهم واشنطن ما زالوا يخوضون معركتهم النهائية ضد آخر مواقع التنظيم. لكن ترامب يقع تحت ضغط من عدة مستشارين لتعديل سياسته بما يضمن حماية القوات الكردية التي عززت القتال ضد الدولة الإسلامية، والتي ربما تتعرض الآن لتهديد من تركيا والتصدي للنفوذ الإيراني في سوريا. وتم إعلان القرار بعد أن تحدث ترامب هاتفيا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال البيت بيانا للبيت الأبيض إن فيما يتعلق بسوريا اتفق الزعيمان على مواصلة التنسيق بشأن إقامة منطقة آمنة محتملة. أعلن وزير الطرق والمواصلات والموارد المائية الهندي نيتين جادكاري أن حكومته قررت قطع حصتها من المياه عن باكستان وتحويل مسار المياه إلى إقليم كشمير وبنجاب وجابو. كذلك قال ثلاثة مسؤولين هنود إن الهند تضغط من أجل الإبقاء على باكستان مدرجة بقائمة لمراقبة تمويل الإرهاب، وذلك عقب هجوم في إقليم كشمير المتنازع عليه أعلنت جماعة متشددة مقرها باكستان مسؤوليتها عنه. وساهم الهجوم في زيادة تأزم العلاقات بين الهند وباكستان، إذ اتهمت نيودلهي الحكومة الباكستانية بالتقاعس عن شن حملة صارمة على الجماعة المتشددة النشطة على أراضيها، وتقول إنها ستعمل على عزل إسلام أباد دبلوماسيا. وأعلن جماعة جيش محمد مسؤوليتها عن الهجوم، وقال مسؤول هندي ثالث إن تفاصيل بشأن عمليات الجماعة المتشددة قد قدمت للمجموعة المالية. كما ألغت نيودلهي امتيازات تجارية لباكستان وفرضت رسوما بنسبة 200% على السلع الواردة من باكستان لتقلص أكثر حجم التبادل التجاري الذي يسجل بالكاد ملياري دولار. اختتمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي فعاليات معرض الدفاع الدولي أيدكس والدفاع البحري نافديكس 2019 التي استمرت ل5 أيام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بمشاركة محلية ودولية واسعة. وتعد الدورة الحالية الأضخم منذ انطلاقها في عام 1993 والأكثر مشاركة للشركات العارضة باستقطابه أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، مدشدا بذلك مرحلة جديدة من الشراكات والتعاون بين الشركات والمتخصصين في مجال صناعة وتسويق المنتجات العسكرية الدفاعية. وبلغت قيمة الصفقات النهائية المبرمة مع الشركات الخارجية والمحلية على مدار الأيام الخمسة نحو 5.46 مليار دولار، حيث وقعت القوات المسلحة الإماراتية عقودا بقيمة 1.6 مليار دولار مع شركات دولية، من أبرزها شركة رايسيون الأمريكية وشركة GSC هاي بريسجين الروسية.
انطلق معرض للشوكولاتة في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ارتدت العارضات أزياء مصنوعة من الشوكولاتة مزينة بحلويات أخرى. شهد المعرض أيضا أشكال مختلفة تم صنعها بالشوكولاتة، من بينها أحذية وكاميرات، بالإضافة إلى بعض أنواع الطيور الأخرى، مما أثار إعجاب الحضور الذين يحرصون على حضور مثل هذه المعارض سواء من بلجيكا أو دول أوروبية أخرى. إنه من دون شك عرضا مثير للاهتمام، فضلا عن أنه لذيذ وقابل للالتهام، ولم يقف إبداع القائمين على العرض عند هذا الحد، بل زينت وجوه العارضات بمكياج صنع كليا من الشوكولاتة أيضا. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.